ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ما معنى كلمة تريحون؟ الله عز وجل ذكر هنا لكم فيها جمال، أي في هذه الأنعام، حين تريحون وحين تسرحون. تريحون هنا من الإراحة، وهي ردها الأنعام مساء من المرعى إلى مراحها. وحين تسرحون يعني حين إرسالها إلى أول النهر المرعى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جياعا تذهب، وتروح بطانا يعني ترجع وهي ماذا؟ ممتلئات شابعة، يعني قد شبعت من الطعام والأكل. هنا لفتة بلاغية، قول الله عز وجل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الأصل أن الصباح فيها السراح، وفي الليل ماذا؟ كذلك الإراحة. فلماذا قدم الله عز وجل الإراحة على التسريح مع أن التسريح هو الأول؟ قال لأن منظرها عند الإراحة أجمل، فتأتي وقد شبعت وامتلأت ضروعها فيفرح بها أهلها، بخلاف تسريحها إلى المرعى فإنها تخرج جائعة ضامرة الضروع، والله أعلم. ثم ذكر الارتباط أحيانا بهذه الآية أو المعنى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها، أي سيرها نصف النهار إلى آخره. إذن هذه من معانيه.